على ذكر مسلسلات السيرة الذاتية، في رأيي إن أفضل مسلسل سيرة ذاتية اتعمل في مصر هو مسلسل إمام الدعاء، عن قصة الراحل الإمام محمد متولي الشعراوي. بصراحة المسلسل ممكن فيه شوية مشاكل، لكن مقارنة بالمسلسلات اللي عملت سيرة ذاتية هو أفضلهم. حسيت المسلسل ده بصراحة أنا باتفرج عليه مسلسل حلو جدا وبيتعرض كتير، مقارنة بالمسلسلات اللي فشلت زي السندريلا، العندليب، مسلسل أم كلثوم برضه ما حسيتوش إن هو نجح أو كان مسلسل فيه شوية مشاكل. لكن بالنسبة لي إمام الدعاء أفضل مسلسل سيرة ذاتية اتعمل، ويليه مسلسل أبو ضحكة جنان بطولة أشرف عبد الباقي. المسلسل ده حلو جدًا وباحب أتفرّج عليه، وأداء أشرف عبد الباقي كان مميز في المسلسل ده، وتجسيده لقصة إسماعيل ياسين. ده المسلسل التاني بعد إمام الدعاء في مسلسلات السيرة الذاتية اللي اتعملت كويس جدًا في مصر. طبعًا عايز رأيكم، إيه أفضل مسلسل سيرة ذاتية اتعمل في مصر؟ وطبعًا ما تنسوش تعملوا لي لايك وfollow